كروان ماشي، انت مشاكل عامل مش ايه؟ فاهم أي حاجة في أي الحمد حاجة، والشيخ أحمد لله بيكلمه في كويس، الدين، الحمد لله. ايه اللي وراك على الدولاب دي؟ ولا هو التليفونات دي؟ هنا ولا مستوعب اه أي لا، حاجة. مفارش أهم وحكايه شيء عنده كده. الأكل اه وخلاص. مفارش. انت كويس؟ صحتك كويسه؟ لكن يا اه ترى انت عامل ايه؟ قول يعني لي. مين الحمد السبب لله. ورا بص الناس بكره دي، أو الجمعه إيه السبب ورا الناس دي إن ماشي، هي انت عامل تجهل ايه؟ الدين خالص الحمد لله عامل للدرجة دي، كويس معرفوش الحمد لله. ايه اللي وراك على الدولاب أي دي؟ التليفونات معلومات دي؟ ولا مقومات الدين اه لا، مفارش نهائي. وحكايه. وده يعني مفارش. مثل انت أعلى كويس؟ صحتك كويسه؟ اه انت عامل ايه؟ قول للنموذج لي. ده. الحمد أبلة لله. بص ولا بكره يفقه أي الجمعه شيء، ونصائح يوم فبرضه مش الجمعه ان عارفين دي انت مسؤولية مين تغتسل بالظبط. وتذهب يا الى ريت الصلاه اللي يعرف مبكرا يقول لنا في علشان تسمع الكومنتات. خطبه يلا الجمعه نتفرج ونرجع ويتكتب لك لبعض اجر تاني. كبير. ماشي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من على ذهب افضل الصلاه والسلام. الساعة الأولى فكأنما قرب إلى الله بدنة، يعني جمل. ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب إلى الله بقرة. ومن ذهب ايوه. في الساعة الثالثة فكأنما تقرب إلى الله بكبش. تمام. ومن ذهب في الساعة الرابعة، أنا قلت الرابعة يا جماعة ولا الثالثة؟ الثالثة فكأنما قرب إلى الله دجاجة. ومن ذهب في الساعة الخامسة كأنما تقرب إلى الله ببيضة. فكل ما تتقرب إلى الله في وقت الجمعة دي وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عارف يا كروان، النبي عليه الصلاة والسلام لو صليت عليه يوم الجمعة ده بالذات بيرد عليك السلام. تتخيل؟ الله اكبر، الله اكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. يعني في الله ملك كده يحجيك بياخدها ويثبت ايمانك على كده. الله، ايه ده الحلاوه دي؟ يوم الجمعة. في ملك بياخد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه، فالنبي يفرح يقول كروان كان بيصلي علي. كروان مين يا عم؟ انا اسمي احمد. أحمد. أحمد علي. تتخيل يا جماعة إن ده اسمه أحمد علي وأنا اسمي أحمد علي. شفت المصيبة؟ نسيبها. شكرا شكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت عامل ايه يا شيخنا؟ قول لي اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ورد يا شباب والشير. يا سلام. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وقول لمتابعينك كلهم يصلوا على النبي. كلنا تصلي على النبي. الله اكبر. الله يفتحها في وشك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله اكبر عليك. ربنا يثبتك على كده. قول لي يا شيخنا. الحمد لله رب العالمين. نعم. لو انا لقيت مثلا 500 جنيه في الشارع، هل حلال اللي انا اخدهم ام حرام؟ حطهم في الجامع. طب ولو انا محتاجهم؟ والله اللقطة قال العلماء أنها تعرف سنة. تمام. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي تلاقيها ذات قيمة تعرف لمدة سنة، لا يجوز لك أن تتصرف فيها نهائيا. تقعد سنة تعلن عنها طب وتذيع ولو عنها. انا مسوق فيها؟ مش من حقك. يعني انا اسيبها سنه صح؟ سيبها سنة. لو ما لقيتش حد يسأل عليها خدها. بس انا سامع ان اسيبها 3 ايام مش سنه. 3 أيام؟ تخبيها في الدولاب 3 أيام. والله. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ يعني انا سمعت، ما اعرفش. ايه بقى؟ لا سنة. اللقطة تعرف سنة. ماشي يا شيخنا. جمعة مبارك علينا وعليك وصباحك زي الفل يا قلبي. جمعة مبارك إن شاء الله وربنا يزيدك ويوسع عليك. الأخت مريم اللي بتقول تتجوزني أنا مرتبطة يا أخت، ربنا يبارك فيك. عندي زوجة وعندي معلم شريف، المعلم شريف يحيى السعيدي، أخويا العشق اللي منور لايفي. أقسم بالله معلمين مصر. روح قلبي يكفتهولك كله يشوفها كمان. النهارده ليلة الإسراء والمعراج يا كروان. عارف يعني إيه إسراء ومعراج؟ عارف. ممكن برضه تعلمني أنت شيخ فأنا أستفيد منك أكتر. يا سلام. رحلة الإسراء هو السير تمام ليلا. والمعراج هو العروج من الأرض إلى السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في جزء بسيط من الليل ذهب من مكة إلى المدينة، ومن المدينة ذهب من مكة إلى المسجد الأقصى تمام في فلسطين، وطلع من المسجد الأقصى في فلسطين إلى السماء. كل ده حصل في جزء بسيط من الليل. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عجائب. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام شاف ال7 سماوات دول، عدى على كل سماء وشاف أنبياء فيهم. أيوه. يعني قابل سيدنا آدم
وقابل سيدنا عيسى عليه السلام، وقابل سيدنا إدريس، وقابل سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم عليه السلام. وشاف سيدنا إبراهيم في حاجة عجيبة جدا عمرك ما تتوقعها. إيه؟ سيدنا إبراهيم لقي في السماء السابعة في كعبة فوق، لقي في كعبة فوق، في كعبة فوق البيت المعمور، قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور ده تتخيل كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك ما بيرجعوش تاني. ايوه يعني شوف عدد الملائكة كتير. تتخيل انه اليوم كل يوم يدخل 70,000 ملك يحجوا وخلاص كده مرة واحدة، اللي يحج مرة ما يحجش تاني. تتخيل من أول ما ربنا خلق السماوات والأرض كل يوم 70,000 ملك يحجوا. والإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، مش بالروح بس، خلي بالكم. ايوه مفيش غلط. كلامك صح، الله يفتح عليك. ربنا يبارك لك يا كروان والله. ربنا يخليك يا رب. طب تقدر تقول لي ايه الفرق ما بين الإسراء والمعراج وعاشوراء؟ لا انا بقول لك الخاص، انا ما ينفعش اتكلم في كلام تين على النت. عاشوراء دي اللي هي 10 من محرم، وده يوم الصيام بتاعه بيكفر السنة من الذنوب والمعاصي. النصف من شعبان يا جماعة ما فيش صيام، تمام؟ ليلة النصف من شعبان ما فيش صيام. علشان بس تبقوا واخدين بالكم. الصيام اللي هو العادي 2 وخميس و13 14 15، لكن ما فيش نص بيقول انه في صيام ليلة النصف من شعبان. في يوم النصف من شعبان. نستغفر الله سبحانه وتعالى، نتوب الى الله. ربنا يصلح حالنا جميعا، واسال الله ان يهدي الجميع يا رب، ويصلح نفوسنا جميعا يا اخ كروان يا رب يا شيخ، ويبعد عننا شر الانس والجن يا رب. امين يا رب. ممكن تقول على لنا كلامك ايه؟ شفت عاملين لنا فيديو ليك على شكل محمد صلاح. محمد صلاح اخويا وحبيب قلبي، وانا عملت رياكت عليه. قلت ايه بقى؟ اهو. والله العظيم يا جماعه الواحد امبارح كان زعلان زعل بعد ما خسرنا من السنغال. الواحد ما اعصابه هديت غير لما بعد ما سمعت التصريح بتاع محمد صلاح. لما سمعت التصريح بتاعه صراحه دمي برد، وحسيت ان الامور ان شاء الله بسيطه باذن الله. اسمعوا الكابتن محمد صلاح بيقول ايه. طب ماشي، في كم واحد كده محروقين مني عشان بقول عمل عليها فعلا. بقول الشعب المصري كله اللي بيقول انا رقم واحد، والدول قول والله العظيم محمد صلاح عمل على صوتك. طبعا، وانا حتى قليل ولا ايه؟ الحمد لله شكرا. هو ما لقيش كلام يقوله فقال لك اعمل ايه؟ قالها قلة كروان مشاكل. عمل ولا في اي بي يا جماعه ولا ايه؟ في اي بي. محمد صلاح ما يعرفكش محمد صلاح ما يعرفكش اصلا، انت هتهزر. ما يعرفنيش، وشرفك ما في حد في فلتك ما يعرف. خلي بالك يا شيماء من الواد اللي اسمه ميدو ده، شكله واد العبان، عشان الصبح شغال يقول لك رقم. بس محمد صلاح اخويا يعني. اخوك هو يعرفك. يكفي ان محمد امام يتكلم عني. يعني هو محمد امام جالك الفرح ما قال هيجي له ما جاش؟ ما كانش عشان كيو رجع لما عرف ان الدنيا فيها نوش. جاي ورجع. اتكلم عن حتى على التيك توك الاسطوره محمد امام بذات نفسه عمره ما كان سيره اي بروكر على التيك توك، ودي حقيقه تشحت بيها. طب انا عايز اقول لك حاجه، مين احسن في التمثيل، محمد رمضان ولا محمد امام؟ يخرب بيتك بتحطني ليه؟ لا قول رايك، انت راجل ناقد فني. محمد امام رقم واحد في العالم كله. يعني احسن من محمد رمضان؟ احسن من اي حد، ما يتقارنش بحد. محمد امام ما يتقارنش بحد، ده رقم واحد في العالم كله مش في مصر. اوعى تقارنه بحد، انت بتقارن بين بمين؟ اوعى. طيب محمد امام ولا عادل امام؟ مين؟ محمد امام ولا عادل امام؟ ده ابني ده. لا مين احسن في التمثيل؟ الزعيم وحمى احسن من بعض. شكرا. مين ده؟ حوده شيبه ده؟ الفل يا شيخ. الفل يا حبيبي، عامل ايه اخبارك؟
الحمد لله. مدير اعمالنا واخونا انور السند لينا بعد ربنا. حبيبي عم ازيك يا عمر؟ عامل ايه يا حبيبي؟ منور الدنيا والله. العيش ده اخويا ده. يا الف مرحبا والله. ممكن تسال الشيخ سؤال يا انور؟ بلاش اساله والنبي عادي. بلاش. عارف يعني ان الشيخ مش هيسد صح؟ لا يا عم هيسد. سد في اي سؤال، اسال يا انور، اسال. طبعا بلاش والنبي بلاش والنبي انا بلاش. سويس ولا سكرتها غالية. ايوه يا شيخنا. ايه ده، كان جايب لك اكل من بره ولا ايه؟ يجيب لي اخويا ويشرفني ويجيب لي كل حاجه. تحياتي للناس. فعلا يا دكتور كلامك مظبوط. لما عمل ميوت قال له حاجه بس الراجل طلع محترم وخاف يقول. لما عمل ميوت قال له حاجه بس الراجل طلع محترم وخاف يقول. ايه بنتي، قرار المشاكل دي خبيث محدش عارفه غيري. 12 ورطه. لا ثواني يا شيخ، انا ما بخافش على فكره يا شيخ. ايه ما تزعلنيش منك، انا ما بخافش. ولا حاجه يعني تقولها. هو اصلا قسما بالله احنا لما شد ميوت كده بنتكلم في حاجه غيرك خالص، يعني حاجه غير اللايف اصلا. ماشي يا ابو الصحاب، مقبوله منك. حبيبي حبيبي يا جابري، منور الدنيا والله. عيب يا فلوس عيب. بقول لك يا روان، انت ايه الحكمه اللي انت بتاخد بيها في حياتك، يعني تعمل بيها، يعني اللي دايما بتطبقها؟ يعني ايه؟ الحكمه اللي انت بتعمل بيها في حياتك، يعني بتتخذها، بتنفذها يعني. مش فاهمه. يخرب بيتك، اجيب لك مترجم اقول له افهمها له ازاي دي. يعني بص، ايه المقوله اللي انت بتنفذها في حياتك؟ مقولة ايه؟ لا اله الا الله. يعني حاجه مؤثره انت بتعمل بيها يعني. استنى. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، مثلا من طلب العلا سهر الليالي. انت مثلا ممكن تعمل بالحكمه دي. معلش ايه الحكمه بقول؟ من طلب العلا سهر الليالي، انت بتعمل بيها الحكمه دي. يعني ايه؟ بيت ام الصبح. معلش مش مركز في حتى مهما تعمل مش هتتحب. مين؟ ما انا بقول لك. بطاطا. يلا اشتري يا شباب يلا. بتقول ايه يا شيخنا؟ بقول لك ايه مواصفات فتاة احلامك؟ ايه؟ مواصفات فتاة احلامك. تكون محترمه. بنت ناس. عينيها شبعانه. تكون هتصني. وللاسف طيعت اللي كانت هتصني. ندمان يا كروان؟ انا اتمنى على خطيبتي الاولى وبس. الاولى مين دي؟ هم كام واحده؟ الاولى اللي من زمان. اللي هي قبل ما تذكرش اسامي حد يا عم. بطاطا. قصدك انجي؟ حتى والنبي كيس عصير. ايه؟ انجي تي صاحبتي وزميلتي بس. تقول ايه؟ هات واحد عصير. نفسي اطلع مع رامز والله. رامز جلال؟ صدق ما بعتلكش رمضان ده؟ والله ما بعت. مش انتي. تعالى بس على الناس. عارف لو نديت عليا تاني وربنا غافل لك اللايف. ليه؟ يا ابني ده مش بيتشرب كده، ده يا ابني ده بيتحط فيه شاليمو. شاليمو الله يرحم. انا مش بتاع شاليمو، انا راجل بلدي. ده كيس بيست من اللي كنا بنشتريه ب 75 قرش زمان ده. والله وحياتك كنت بشتريه بنص جنيه. فاكر زمان يا كروان لما كنت تشتري الكشري في كيس صغير كده بجنيه؟ والله كان بنص جنيه و75 قرش. الله يرحم ايام زمان. اديك انت ربنا كرمك اهو بقيت تشتري طبق كشري على بعضيه. انا معايا حاجه يا عم، سيبني في حالي.
ربنا يبارك لك يا عم. والله يا دكتور هنعمل ايه؟ ما هو ده اللي على الساحه دلوقتي، هنعمل ايه؟ انت مالك ومالي؟ تعرف حاجه عن علامات الساعه يا كروان؟ انا مالي ومال علامات الساعه يا عم، ما تخلينا في حالنا. علامات الساعه دي احنا هنعرفها عشان نستفيد. عرفها انت، عرفها انت للناس وانا معاك عادي. علامات الساعه الكبرى يعني علامات القيامه، ان الحياه اللي هتعرف بها ان القيامه قربت 10 علامات. ال10 علامات دول: اول واحده ظهور المسيح الدجال، نزول عيسى بن شفت اللي مريم. حصل في فرح كروان مشاكل يا ضحى؟ والله يصعب على الكافر. شفت يا حمار فرحه العمر اتقلبت كابوس، والعروسه اغمى عليها والناس داست على بعض. الراجل طالع بيعيط وبيقول عربيتي ولعت وفرحتي اتكسرت. ليه الناس شتانه فيه كده؟ الشماته وحشه يا حمار، هو غلبان وكان نفسه يفرح بس الزحمه والهرجله بوظت الليل. يعني ذنبه ايه ان القاعه اتكسرت والترند بقى فضيحه؟ ذنبه انه صدق ان اللمه الكدابه عزوه ونسي ان الستر اهم من المنظره. ربنا يعوض عليه ويكبر بخاطره، ومفيش حد يرضى بكسره القلب دي في يوم فرحه. شكرا يا اخويا الكبير محمد الكنتي. يلا كروان. ايه ده انت عملت تانك مكوى يلهوي؟ ايه ده حقيقي؟ يا ده انا بقول حديث في الدين وانت قطعت الحديث ده. انت بكره هيعملوا لك قضيه ازدراء اديان. انا مالي، انا ما بتكلمش في حاجه وعم كنت عامل لك ميوت اصلا. لا ما عيب لما بتكلم تعمل لي ميوت، مش من الذوق. عشان كده هقول لك انزل يلا انزل. صدق نفسه وربنا صدق نفسه الشيخ. في أمثلة وناس لحد دلوقتي عايشين يعني ملهمش أي فكرة ولا عندهم أي فكرة بالدين ولا بالإله ولا بالنبي ولا أيا كانت ديانته إيه، يعني مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أيا كان. هو عايش بس للحياة، إن هو يحصل على الفلوس ويدور على الفلوس وبس. لكن واحد زي ده يعني ده مثل، نموذج للبني آدم ده. هو ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، هو يعني الشهرة جت تحت رجليه كده وخلاص. هنتابع بقى ومضطرين نتفرج على واحد زي ده عشان نضحك على تلقائيته وخلاص. شكرا لكم. شير يا شباب شير.